السنيه هذه فئه جوهريه، فئه حساسه جدا يعني. فانا اتكلم عن البطوله هذه. انا ابو عزام تقصد البطوله هذه ولا لا؟ بالنسبه لبطوله الواعي، بطوله واعي للفئات السنيه بنادي اليرموك، بصراحه اكون معكم صادق جدا في الموضوع. الهدف اللي انشئت منه هذه البطوله او اقيمت به هذه البطوله ليس مصالح النادي. انا اقولها بكل صراحه. كان هدفنا في الاول والاخير لم الشباب ولم هذه الفئه في مكان معين، نحتوي هذه الفئه الغاليه علينا بصراحه. اعلنا الموضوع في اسبوع فقط. جتنا طلبات فرق من جميع المناطق، من جميع محافظات المنطقه. عندي الان من جيزان، من العارضه، من الخشل، من صبيه، من الضبيه، من البدوع والقرفي. فما شاء الله اقبال كان كبير جدا. فالهدف الاساسي من هذه الفئات هي لم الشباب واحتوائهم. والحمد لله ما نقول حتى الان ان شاء الله باذن الله الان البطوله تسير نحو الهدف المحقق. اشتغلنا على اسس، اشتغلنا على فكر جديد. كل فريق كان عنده ملف كامل متكامل. عندي لجان تشتغل بامانه، الاستاذ ماجد صديق، الاستاذ عماد قاضي، الاستاذ محمد مسملي، محمد عبده، ما شاء الله شباب يعني متواجدين. العم سليمان، اشكر العم سليمان يقدم جهد كبير في هذه البطوله. الفرق كلها متعاونه معنا. نسال الله ان نحقق الهدف من هذا الشيء. بالنسبه للتصنيف والتصنيف، بصراحه التصنيف جاء متاخر من مكتب رعايه الشباب، جانا متاخر. ولكن حتى لو جاء تصنيف احنا هدفنا فقط لم الشباب. النادي لديه قدره ماليه في ضم اي لاعب يحتاجه. ما عمر النادي حيقف على بطوله او بطولتين في تسيير انشطته. لدينا ما يعني لدى النادي ما يستطيع ان يضم اي لاعب متى ما يحتاجه. صلى الله عليه وسلم.